يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. ها نحن نلتقي بكم مجددا في حلقة من حلقات برنامج والصلح خير، ونحاول دائما عبر برنامج والصلح خير وعلى مدار 1 20 دقيقة إصلاح ذات البين. هذا البرنامج برنامج والصلح خير الذي هو لكم ومن أجلكم، من أجل إصلاح ذات البين، مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. نريد صلحا يستنير أصحابه بنور الشرع. دائما ننتظر مكالماتكم وعرض قضاياكم، خلافاتكم ونزاعاتكم، ونقترح عليكم دائما أفضل وأنزع الحلول، ألا وهو الصلح. إذا دائما مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري في برنامج والصلح خير نستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. دائما في رحاب برنامج والصلح خير أرحب بكم، أو في البرنامج أرحب بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا، ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. لا أنسى أن أرحب بالزميلة زينب التي تتواصل معنا عبر برنامج والصلح خير، وتقوم بترجمة البرنامج من عرض القضايا إلى استقبال المكالمات إلى تدخلات فضيلة الدكتور سعيد بويزري بترجمة كل هذا عن طريق لغة الإشارة. مرحبا بك زينب. شعار هذا الموسم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا صدق الله العظيم. نرحب بالدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح الذي يصلح ذات بيننا، من وسط هذا الفضاء الإعلامي التلفزي لقناة القرآن الكريم. مرحبا بك دكتور. مرحبا نجاة، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. أراك دائما تكتب وتجرد القضايا. الحمد لله، نسأل الله التوفيق والسداد في الرأي إن شاء الله. دكتور، وكيف هو واقع الرجل المصلح الآن في خضم كل هذه المشاكل والخلافات؟ كيف هو واقع؟ الحمد لله، الحمد لله. نجتهد في الحضور الميداني بقدر الإمكان، نجتهد في الاقتراب إلى القضايا عن كثب والاستماع إلى أطراف النزاع والتعاون معهم لإيجاد الحلول الناجعة الفاعلة لقضايا الناس. بارك الله فيك. دكتور، مرحبا بك دكتور في برنامج والصلح خير. إذا دائما ينتظر المشاهد الكريم الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني للتواصل معنا عبر هذا المباشر. فاصل ونواصل. برنامج والصلح خير، نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz. كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. إذن ممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة. وفي البرنامج، برنامج الصلح خير، 3 مراحل. المرحلة الأولى الحديث فيها يكون عن صلاح الأسرة أمن المجتمع، وهو عنوان لهذه الحلقة بعد أن كنا قد عرضنا قضية الأرحام في الحلقة الماضية. إذن ستكون أيضا وتشاهدون عبر برنامج والصلح خير تغطية برنامج والصلح خير الملتقى الدولي الخامس للسيرة النبوية الشريفة الذي نظمته مديرية شؤون الدينية والأوقاف بولاية ورقلة خلال الأسبوع الفارط. وفي المرحلة الثانية يبحث برنامج والصلح خير دائما على النماذج الإيجابية، سواء كانت في الأسرة أو في المجتمع. ستشاهدون في زيارة ميدانية
لبرنامج والصلح خير وفي ركن نزوركم في بيوتكم نعرف بمجموعة شباب الخير بمنطقة رويسات بولاية ورقلة. وبعد هذا الروبورتاج والنقاش واستقبال مكالمتكم ينزل ضيفا في هذه الحلقة الذي سيعرض قضية من استوديو برنامج والصلح خير، وستشاهدون معنا نوع القضية. ودائما بالنسبة لكل هذه المواضيع نحاول إصلاح ذات البين. نعود إلى البرنامج ونعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري. دكتور، حلقة اليوم صلاح الأسرة أمن المجتمع، أليس كذلك؟ نعم. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الأرحام وناقشنا هذا الموضوع واستقبلنا يعني مكالمات هاتفية من طرف المشاهدين والمشاهدات الكريمات. صلاح الأسرة أمن المجتمع، في مقدمة يتفضل بها فضيلة الدكتور سعيد بويزري. دكتور، معجزة الأسرة الآن تتمثل في التربية والتوجيه نعم. تحت راية الشريعة الإسلامية، فيكون النشء أعضاء في أسرة صالحة ومواطنين في مجتمع آمن ومستقر. وكم نحن بأمس الحاجة إلى أن نصل إلى نموذج الأسرة الصالحة ومجتمع مستقر وآمن، أليس كذلك؟ نعم. السؤال في هذه الحلقة: بعض الأسر الآن غارقة بين فشل وإخفاق. دكتور، فشل وإخفاق في العلاقات الزوجية، فشل وإخفاق في تربية الأولاد، فشل وإخفاق الأسرة داخل المجتمع، هذه النواة التي من المفروض أن تكون إيجابية. رغم أن الشريعة الإسلامية دكتور نظمت علاقة الأسرة، نصوص وآيات قرآنية من ذكر الله العزيز الحكيم دائما يذكرها فضيلة الدكتور سعيد بويزري، ولكن لا بأس في هذه الحلقة نتحدث عن هذه الأسرة، هذه النواة، وعن هذا المجتمع، كيف نصل ونأخذ بهذا المجتمع إلى الاستقرار، إلى الأمن، إلى المحبة، إلى الوفاء، إلى العمل الصالح. كل هذا نحاول دائما أن نشير إليه في برنامج والصلح خير. سؤال دكتور: كيف للأسرة أن تكون المعقل الذي تنطلق منه كل الإنجازات، خاصة وأننا لاحظنا في الآونة الأخيرة فضيلة الدكتور في هذا الموسم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا، دائما الدكتور الرجل المصلح يؤكد على لغة الإنجازات، وهي أحسن وأفضل طرح في برنامج والصلح خير. تفضل دكتور. لك الفضل نجاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم والصلح خير. بداية، قدر الله عز وجل أن يضع موازين لجميع الأمور. نعم. فكل شيء مضبوط بميزان، وكل شيء له أصول تبنى عليه. والمجتمع من أصوله إيجاد الأسرة النواة، الأسرة اللبنة التي تكون أساسا لبناء المجتمع، لأن المجتمع يتشكل من مجموعة أسر. نعم. إذا كانت الأسرة متماسكة كان المجتمع متماسكا. نعم. إذا كانت الأسرة مهزوزة ممزقة كان المجتمع كذلك مهزوزا وممزقا. والله عز وجل في آي القرآن بين أساس بناء الأسرة كما هو في سورة الروم في الآية رقم 21، حيث يقول ربنا جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية 21 من سورة الروم تقابل الآية 21 من سورة النساء، حيث قال ربنا جل جلاله: أخذنا منكم ميثاقا غليظا، إذ أن الله عز وجل سمى عقد الزواج بالميثاق الغليظ، هكذا جاء الوصف، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن آيات كثيرة تقرر جملة من الأحكام، تقرر أحكاما حافظة للأسرة نعم. لتأسيسها على أصول متينة، على قواعد صلبة. وتقرر في القرآن الكريم أيضا وفي السنة النبوية أحكام أخرى تمنع الأسرة من الهدم، تمنع الأسرة من الاضطراب. فتوفرت أسباب التأسيس الصحيح كما تحققت أسباب الرعاية والحماية للأسرة
أثناء الهزات والزلازل التي تطرأ على هذه الأسرة. نعم. وما وجدناه في القرآن وجدناه في السنة. يكفي أن نعلم بأن الأسرة النبوية كانت مهيئة لاستقبال الوحي الطاهر. نعم. والكل يعلم حينما أنزل القرآن الكريم على المصطفى صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي الكريم في غار حراء، رجع النبي عليه الصلاة والسلام قائلا للسيدة خديجة أم المؤمنين: زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. فوقفت معه من أول خطوة، وقفت معه من أول خطوة ورافقته عبر جميع المراحل. كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، إلى آخر ما ذكرنا فيما سبق. إذن نفهم إشارة واضحة بأن الأسرة لها وجود فعال في حياة الإسلام وفي حياة المسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا العليا يقول في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن الناس جميعا يعلمون بأن الأسرة هي أساس بناء المجتمع المستقر الآمن. أسرة صالحة مجتمع آمن. نعم. أو صلاح الأسرة أمن المجتمع. نعم. لا يمكن أن يتحقق أمن المجتمع إلا إذا كانت الأسرة صالحة. نعم. مستقرة مهتدية بهدي الوحي الطاهر بالهدي النبوي الشريف. ولكن قلت في سؤالك المهم لابد للأسرة أن تكون مستقرة من أجل تحقيق الإنجازات. نعم. فالمنظومة النظرية الخاصة بالأحكام الشرعية متوفرة جدا في القرآن والسنة يقينا. وهذه المنظومة الخاصة بالوحي المتعلقة بالأسرة تضمن تحقيق هذا الصلاح للأسرة لتكون يعني أساسا لمجتمع سليم لمجتمع مستقر. نعم. فتحقق الأسرة مقاصدها التربوية، وتحقق مقاصدها الاجتماعية، وتحقق مقاصدها نعم. الاقتصادية، وتحقق مقاصدها الحضارية. طيب الآن كيف تحقق هذه الأسرة هذه الإنجازات؟ بعدة شروط. الشرط الأول أن تكون مهتدية بالوحي الطاهر. نعم. الشرط الثاني ألا تبتعد وألا تنأى عن القرآن والسنة عند حصول الهزات والزلازل. نعم. أقول هذا نعم. وأنا أعلم علم اليقين أن بعض الأسر حينما تهتز يعني لمشكلة معينة تنسى الشريعة. نعم. وتتصرف بالهوى. نعم. وإذا تصرف أحد أفراد الأسرة وفق هواه ستنهار هذه الأسرة وتضيع نعم. وتتيه. نعم. إذن هذا الشرط الثاني معنى عدم الابتعاد عن الوحي الطاهر عند حصول أي نزاع داخل الأسرة. وما قلناه داخل المجتمع نقرره أيضا داخل الأسرة. في الآية القرآنية في سورة النساء في الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشرط الثالث هو إدراك خطورة التحديات التي يصنعها الغير الآن الأسرة. فالأسرة الآن تهب عليها رياح عاتية، عواصف هوجاء من ناحية الإعلامية عن وسائل الإعلام الكثيرة جدا الآن. هناك طبعا برامج إعلامية بناءة وهناك برامج إعلامية مدمرة موجهة خصيصا لعدم استقرار الأسرة. نعم. خصيصا لعدم استقرار الأسرة. لأن هناك صراع في الحقيقة بين الحق والباطل. هذا الصراع ترجم في جميع مجالات الحياة. على مستوى الأسرة مثلا هناك من يدعو الأسرة إلى التمسك بالوحي الطاهر والتمسك بالأصالة وبالجذورنا وبأصالاتنا. هذا موجود. ولكن في المقابل هناك من يدعو إلى زرع القيم الدخيلة على مجتمعنا وعلى أصالتنا. هناك من يدعو إلى طمس القيم الإسلامية. ولهذا يبقى الإعلام سلاح ذو حدين. نعم. يعني أذكر على سبيل المثال يعني إذا عدنا إلى المؤتمرات ما يسمى بمؤتمرات السكان والتنمية. بدءا من مؤتمر رومانيا في 1974. نعم. ثم بعد كل 10 سنوات كان مؤتمرات السكان والتنمية. مؤتمر في 1974 في رومانيا، 1984 1994 هذا حصل في القاهرة، وقد حضرته 1200 منظمة غير حكومية وحضرته 160 دولة. وفي المقابل كاين أيضا مؤتمرات المرأة
فالاهتمام بالمرأة لأنها هي أساس الأسرة. نعم. فإذا تشبعت الأسرة بالقيم الإسلامية تكون حافظة للأسرة، فتهز يعني تخدم الأسرة وتخدم المجتمع. ولكن إذا تأثرت هذه المرأة بالقيم الدخيلة وتملصت من قيمها الإسلامية ومن قيمها الأصيلة، هي تنهار، وإذا انهارت تنهار معها الأسرة وتنهار معها المجتمع. لذلك نعم. كان مؤتمرات السكان والتنمية، وفي المقابل كان مؤتمرات المرأة في المكسيك في 1975 بعد سنة من مؤتمر السكان والتنمية في رومانيا. نعم. وفي 1980 مؤتمر آخر في 1985 في 1900 حتى وصل 1995 نعم. سنة بعد مؤتمر القاهرة نعم. الدولي مؤتمر السكان والتنمية. انعقد مؤتمر بكين في 1985. هل نشارك في هذه المؤتمرات دكتور؟ حضرت فيه 185 دولة عبر العالم. فطبعا الوقت لا يسمح لي أن نفصل في هذا المواضيع. نعم. فقط الذي يهمني كيف تستثمر هذه المؤتمرات، مؤتمرات السكان والتنمية، مؤتمرات المرأة، في توجيه سياسات الأسرة على مستوى العالم. نعم. في فرض قيم وفي زرع قيم غريبة عنا تماما. كل دولة لها تخطيط بالنسبة لهذه السياسات. وفي الدعوة إلى تقنين قوانين. نعم. أذكر على سبيل المثال هناك قوانين الآن مقترحة لتدمير ولدمار كيان الأسرة، كالقوانين التي تدعو إلى إلغاء الولي مثلا، بدعوى أن المرأة صارت مثقفة ولا تحتاج إلى ولي بجانبها. نعم. وهناك أيضا دعوة إلى إباحة التبني، نعم. والتبني ممنوع في شريعة الله عز وجل، لأنه ثقافة حقوق الإنسان وهكذا هناك تغليط ومغالطات وتضليل للرأي العام، بدعوى أن التبني له إيجابيات كثيرة. نعم. فيه رحمة وحنان وشفقة. نعم. إلى آخره. ولكن لا يدري هؤلاء، بل هم يدرون في الحقيقة، يخططون عن وعي وعن بصيرة بأن نظام التبني مثلا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، يؤدي نعم. إلى تدمير الأسرة في العمق، يؤدي تلويث هذا المصدر المهم وهو النسب الصافي النقي الذي حرص الإسلام على أن يكون نقيا وصافيا. إذن الدعوة إلى التبني أمر خطير. أذكر على سبيل المثال في اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت في 89 ودخلت حيز التنفيذ في 1990 وصدقت عليها الجزائر بمرسوم رئاسي في 1992. في المادة 20 أشارت إلى موضوع التبني. نعم. التبني لادوبسيون، والادوبسيون هذه التبني ممنوعة. بالمناسبة هناك بعض الدول تبنت موضوع التبني. نعم. يعني دولة يعني دولة مسلمة. نعم. ووافقت على نظام التبني. نعم. معنى إذن هناك تقنين لما هو حرام وممنوع شرعا. بالنسبة لقانون الجزائر في 1984 في المادة 46 الحكم واضح، المادة صريحة تنص بالحرف الواحد على أنه يمنع التبني شرعا وقانونا، معناه ممنوع. وفي المقابل تم فتح نظام الكفالة في المادة 116 إلى غاية المادة 125 في قانون 84/11. نعم. إذن هناك صراع كبير في هذا الموضوع. نعم. وفي الوقت نفسه هناك اعتراف دولي بالقيم الإسلامية. أذكر على سبيل المثال، أعود مرة أخرى إلى هذه الاتفاقيات، أبدأ مثلا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948، وبالذات في المادة 16 الفقرة الثالثة نص واضح على أن الأسرة لابد أن تحظى بحماية الدولة والمجتمع. هكذا نص المادة. نعم. ونجد المادة نفسها في الدستور الجزائري في المادة 58، حيث أن الدستور نص على أن الأسرة تحظى بحماية المجتمع والدولة. نعم. يعني هذه باش نشوفوا يعني أمر مهم جدا. في المادة هذه أيضا أعود إليها مرة أخرى في الإعلان العالمي نصت على أن الأسرة هي النواة الطبيعية للمجتمع، وإشارة كذلك في ميثاق الطفل العربي صدر في 1984 إشارة إلى أهمية الأسرة وضرورة حماية الأسرة وتقرير جميع وسائل حماية الأسرة، لا من ناحية المادية ولا من ناحية الأدبية، وهو ما ذكر أيضا في ديجباجة اتفاقية 1989. نعم. اتفاقية حقوق الطفل. حبيت نقول في هذا الزخم الأسرة باش تكون ثابتة لازم تهتدي بالوحي. نعم. ويومها تبني رجالا. نعم. وتهدي هدايا صالحة للمجتمع. نعم. تبني رجالا صالحين ونساء صالحات، وتهيئ البناء التربوي المتوازن للأولاد، وتساهم هذه الأسرة في تحقيق لحمة المجتمع،
لحمة المجتمع وفي زراعة القيم وفي حراسة القيم. ثم بعد ذلك هذه الأسرة تكون مهيئة فعلا لتخاطب المجتمع بلغة الإنجازات، بلغة الأفعال لا بلغة الأقوال، بلسان الحال لا بلسان المقال. هكذا تكون الأسرة في مستوى رفع التحدي. نعم. بارك الله فيك دكتور، نشكرك على كل هذه المقدمة ومقاصد الأسرة الصالحة والمجتمع المستقر، المجتمع الآمن كما قلنا في بداية هذه الحلقة. إذا نعود دائما إلى الواقع. برنامج والصلح خير بطبيعة الحال هناك مقاصد شرعية، مقاصد أيضا قانونية، ولكن دائما البرنامج ما يهم البرنامج أيضا هو البحث في واقع الناس، في مشاكلهم، في قضاياهم، في معاناتهم اليومية. إذا ولذلك توجه البرنامج إلى ولاية ورقلة لتغطية فعاليات الملتقى الدولي الخامس للسيرة النبوية، وكان موضوع الملتقى في هذه الآونة دور الأسرة في مواجهة الانحراف والجريمة في المجتمع في ضوء السيرة النبوية الشريفة. والموضوع في غاية الأهمية وغاية الخطورة، خاصة عندما نتحدث عن الجريمة في الأسرة والمجتمع. تابعوا معنا هذه التغطية ثم نعود لمناقشة الموضوع واستقبال مكالماتكم. تابعوا. في رحاب الملتقيات، الملتقى الدولي الخامس للسيرة النبوية التي نظمته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ورقلة، وأمام دار الثقافة مفدي زكريا لقاء وفرحة وترحاب، فانتقينا لكم هذه الانطباعات. بادئ ذي بدء استسمحوا سيدي وشيخي الرجل العالم الفاضل سيدي الشيخ مسعود بن مسعود أن أتناول الكلمة قبله، ولا بد من الاعتراف لهؤلاء العلماء الأجلاء الأخفياء الأتقياء بالدور الجبار الذي يلعبونه. هذا الملتقى الذي يأتي في طبعته الخامسة حول الدور الأسرة في محاربة أو في مكافحة الجريمة والانحراف في المجتمع في ضوء السيرة النبوية، هو تتويج وتحت شعار أسرة صالحة مجتمع آمن. والهدف المرجو من هذا الملتقى هو أن تكون تحديد المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية المنوطة بالأسرة، كما يصبو هذا الملتقى إلى توعية والتحسيس بالآثار الناجمة على إهمال الأسرة لدورها. عاتية مع صبة الأمطار، صبة الأمطار شيء غريب. بركة الصالحين والأولياء إن شاء الله. الله يرزقنا الإيمان. مولانا جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه يعني هذه الركيزة الأولى. ثانيا قال تعالى قوا أنفسكم وأهلكم نار. ما لمذ بين الإنسان، وسيدنا يقول من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أن الأسرة هي الخلية الأساس والنواة الأم التي تبنى عليها المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، وهي مركز التوجيه الأول الذي ينشأ فيه الفرد في المجتمع. وعندما نتكلم عن تنشئة الفرد نتكلم عن المواطن في أي مجال وفي أي موضع وفي أي موقع. عنوان الملتقى دور الأسرة في مواجهة الانحراف والجريمة في المجتمع، تحت شعار أسرة صالحة ومجتمع آمن. الشك والغيرة، تدخل أفراد العائلة وخاصة من الأخوات. دكتور الفندي، أكيد أننا نبحث عن أسرة صالحة وعن مجتمع آمن، خاصة في الأمة الإسلامية وفي العالم الإسلامي. كيف ذلك دكتور؟ نحن حقيقة يتوجب علينا أن نبني أسرا صالحة لبناء المجتمع الآمن. فالأسرة هي أولا وأخيرا دائما وأبدا، لأنها اللبنة الأولى التي تبنى عليها المجتمعات، وعلى كاهلها يقع موضوع الإصلاح.
في المجتمعات، وجهاد النفس للإصلاح يكون قبل جهاد العدو بالسلاح. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا معالم الطريق في هذا الأمر، فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا قام كل منا بواجبه تجاه أبنائه وبالحقوق المترتبة لهم عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه إن شاء الله لبناء الأسر. تؤكده الأحاديث النبوية الشريفة بسبب وروده كما جاء في الصحيحين. بحثا عن الأسرة الصالحة والفاضلة صاحبة الدين والخلق الطيب الكريم، فإن أقل البيوت التي يبنى على الحب. كوكبة من العلماء والخطباء تدخلوا عن طريق إلقاء ندوات صحفية، ذكروا وأكدوا فيها أهمية استقرار الأسرة والمجتمع في آن واحد. وهي الزواج. الأسرة الجزائرية خصوصا والأسرة المسلمة عموما تعاني ألوانا من الاضطراب والتفكك لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب البعد عن شرع الله عز وجل. استمعتم إلى إخواني وأخواتي المتدخلين، الكل يؤكد على أهمية الالتزام بأحكام الشريعة وضوابط الوحي الطاهر في تحقيق الأسرة المستقرة. السبب الثاني سبب موضوعي خارجي يتمثل في الغزو الثقافي الشرس لأسرنا ولأمتنا عموما. والغزو الثقافي لا يمتد إلا في الفراغ. وأستحضر عنوان كتاب لشيخنا محمد الغزالي: الغزو الثقافي يمتد في فراغنا. يا معمرة بالماء يا معمرة بالهواء. الغزو الثقافي يمتد في فراغنا. هو الآن بدون تعليق غزو ثقافي حضاري، استلاب حضاري شرس من خلال آليات العولمة الثقافية الإعلامية الاقتصادية القانونية وغيرها من الآليات. عند النبي عليه الصلاة والسلام أسرة مؤهلة لتحقيق مقاصدها. كيف ذلك؟ في وسط تغيرات في الأسرة والمجتمع. قلبك يصفو إذن كانت هذه فعاليات الملتقى الدولي الخامس للسيرة النبوية الشريفة. نعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري. دكتور، الكل شارك في محاضرة أو إلقاء محاضرة حول الأسرة ومقاصد الأسرة، والأسرة أمام تحديات العولمة، الأسرة أمام تحديات الغزو الثقافي الشرس كما قال فضيلة الدكتور سعيد بويزري، ولكن المجتمع أيضا يتخبط في جرائم، ونحن دائما نقرأ عبر الصحف ونشاهد تلك الجرائم التي أصبحت يعني في غاية الخطورة بالنسبة للأسرة، جرائم داخل الأسرة وجرائم في مجتمع. دكتور، نعم، كيف تعلق على هذا؟ في الحقيقة أعلق بما يأتي بيانه. الجريمة هي علامة على التفكك الحاصل داخل الأسرة وداخل المجتمع. نعم. جرائم بكل أنواعها، جرائم ضد الأموال، جرائم ضد الأنفس والعنف والمخدرات، وجرائم كثيرة جدا. الآن الأسرة في الحقيقة مدعوة وبسرعة وبفاعلية إلى أن تراجع وسائلها التربوية، أن تراجع مناهجها التربوية من أجل حماية أولادها، من أجل حماية الأولاد، من أجل حسن التوجيه. والأسرة هي المحضن الأساس الذي يتربى فيه الإنسان، يتربى فيه الصغير. فإذا ضاع جيل الكبار، إذا ضاع الكبار يضيع جيل واحد، ولكن إذا ضاع الصغار تضيع أجيال عديدة.
وكم من صغار ضاعوا بسبب إما تضييعهم من قبل الكبار أو بسبب غفلتهم أو استقالتهم أو سوء تربيتهم. فالأسرة إذن وجب عليها أن تؤدي الواجب التربوي. الكثير من الأسر تؤدي واجب الرعاية وفقط. الرعاية المادية من خلال سد الحاجيات وتلبية الحاجيات المتنوعة. موضوع الجريمة في الحقيقة مؤشرات خطيرة الآن، يعني مسجلة بجميع أنواعها. لذلك لابد أن نقص الخطر، ولابد أن يجتمع العقلاء وأن يجتمع أولياء الأمور يعني في جميع مجالات الحياة من أجل التعاون لعلاج أسباب الجريمة، لأنه الكثير من الجهود ربما الآن تنصرف إلى مواجهة آثار الجريمة، إلى علاج آثار الجريمة، ولكن الوقاية خير من العلاج. لابد أن تصرف جهود كبيرة من أجل توفير أسباب الوقاية من الجريمة ومن أجل معالجة أسباب الانحراف داخل الأسر وداخل المجتمع. بارك الله فيك دكتور سعيد بويزري. إذن قبل أن نعود لمشاهدة النموذج الإيجابي أيضا بالنسبة للشباب في منطقة ورقلة، أذكر بالأرقام الهاتفية يمكنكم الاتصال بنا لعرض القضايا، خاصة وأننا نتحدث عن أسرة صالحة ومجتمع آمن في هذه الحلقة وعلى المباشر. إذا من أراد أن يتصل فيشاهد الأرقام الهاتفية في أسفل الشاشة بين الحين والآخر: 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن بالنسبة للجالية المسلمة في المهجر يستعمل 00213 في موسم وشعار هذا الموسم: ولا تنازعوا. دكتور، إذا بعد مشاهدة هذا الملتقى، وقد ركز فضيلة الدكتور بالنسبة لنقاط عديدة في هذه الملتقى، وآخر نقطة كانت مكافحة الجريمة سواء كان في مجتمعنا أو في مجتمعاتنا الإسلامية في برنامج والصلح خير. دكتور سعيد بويزري، دائما في برنامج والصلح خير ركن نزوركم في بيوتكم، إما نتفقد حالة لعرض قضية وللاستماع إلى هذه الحالة، سواء كان مشكل بين أفراد الأسرة الواحدة أو أطراف أخرى، أو بحث عن حالة إيجابية، نموذج إيجابي ربما لمشاهدته في برنامج والصلح خير، خاصة وأن الشباب الآن يريد رفع المعنويات، شباب على مستوى القطر الجزائري. دكتور، إذا كانت زيارة بالنسبة لبرنامج الصلح خير في ورقلة بالنسبة لتفقد مجموعة شباب الخير. نشاهد مع بعضنا البعض هذا الروبورتاج. إذا في ركن نزوركم في بيوتكم، تابعوا معنا. أنت نزوركم في بيوتكم، والوجهة هي ورقلة. ورقلة مدينة الواحات، ورقلة سحر الطبيعة، كيف لا، والصحراء في أبهى صورها. جمال وإبداع الخالق عز وجل، فكانت الثروة والخيرات والبحيرات. ثروة الشباب وتطلع الشباب إلى مستقبل أفضل يتمثل في زيارة برنامج والصلح خير إلى مسجد بن عبادة في بلدية الرويسات، فالتقينا بمجموعة شباب الخير. نحن سعداء جدا أن نرى هؤلاء الفتية الشباب الذين سخروا عقولهم وجهدهم ووقتهم خدمة للمجتمع، إقامة للدين. فطوبى لمن سخر وقته وجهده خدمة للمجتمع، وخدمة المجتمع شرف. توجه بالسؤال لمعرفة مزيد من المعلومات عن مجموعة شباب الخير. حدثونا عن النشأة، حدثونا عن الخدمات التي تقدمها هذه المجموعة الفتية من الشباب
للمجتمع. مرحبا بك شيخنا بيناتنا في بلديتنا بلدية رويسات ولاية ورقلة، اللي نرحبوا بك مجموعتنا مجموعة شباب الخير برويسات على قدومك لنا باش تعطينا النصائح والإرشادات للشباب، لأن ما يغفلكش في هذا الوقت شبابنا كله تقريبا 70% ولا 50% في الانحرافات، ما أبينا إلا المجموعة أنها تلم شمل عدد كبير من هذا الشباب. اللي حاليا مجموعتنا راهي في 208 شاب في بلديتنا بلدية رويسات ولاية ورقلة، والحمد لله طقنا نلم هذا الشمل باش نحسن من مظهر الشاب، لأن الشاب طاقة قوة وعمل كبير، والشاب هو اللي راح يمد الآن في بذل كبير. حبينا أنك اليوم إن شاء الله جبناك باش تعطينا النصائح على باش نزيد في العمل الخيري، ويزيد الشاب هذا يثقف في كل المجالات الخيرية اللي راه فيها. الحمد لله رانا نشاطاتنا وأعمالنا خيرية، وإن شاء الله تكون لوجه الله صادقة يا رب العالمين. نحن إذن السعداء بالاجتماع بهؤلاء الفتية الذين يشتغلون في المجتمع وتقدمون ألوانا من الخدمات للمجتمع، مساعدة الفقراء والمساكين، مساعدة المرضى. وأهم التوجيهات التي نراها تفاعل نشاطكم، أول توجيه هو استحضار النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالله يتقبل أنصاف الأعمال ولكن لا يتقبل أنصاف النيات. الأمر الثاني، التوجيه الثاني هو الصبر الجميل والنفس الطويل. طريق خدمة المجتمع محفوف بالمكاره، محفوف بالأشواك، لذلك لابد أن تتحملوا المشاق والأتعاب في طريق الخير. الأمر الآخر أن المجتمع الجزائري عموما يحتاج إلى القدوات، يحتاج إلى النماذج الناجحة لتكون نبراسا لغيرها. فشباب كثير ضاعت أوقاتهم، بددت طاقاتهم فيما لا ينفع، ولكن هؤلاء الشباب التائهون ينتظرون ذلك النموذج الناجح الذي يستحق الاقتداء. فأنتم هذا النموذج الناجح. أنتم تعلمون بأن المجتمع المعاصر أفرز جملة من القضايا والنزاعات، فماذا أنتم فاعلون؟ وما هي طبيعة القضايا التي أفرزها المجتمع هنا في بلديتكم أو في الولاية ككل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. منطلق من هذا المنطلق، والله نشوف احنا عنده تقريبا 4 سنوات من بداوا العمل نتاعهم، وراهم يعني نشوفوا مشاكل كبيره في المجتمع، خاصه في الحاجات اللي يحتاجها المجتمع، اللي هي مثلا معالجه المرضى داخل وخارج الوطن، الزواج الجماعي، إصلاح ذات البين. أول حاجة العراقيل الاجتماعية، مثلا كما ذكر أخي رئيس المجموعة، هي كثرة من العقار، والمسألة الثانية كثرة المشاكل الزوجية، وكاين الجماعة ندخلوا في هذه المشاكل، وكثير من العائلات لأنهم مصالحوا بيناتهم خلوهم يعني أقل حاجة أنهم يحطوا يعني يهدوا الوضع في هذا المجتمع. إذن الشباب طاقة وقوة، وبرنامج والصلح خير دائما يبحث عن بذور الخير عبر الوطن الجزائر خاصة، وأن هذا النموذج في غاية الاجتهاد والإرادة والقوة والطاقة، ونتمنى ذلك بالنسبة لشباب الجزائر جميعا. رسائل فضيلة الدكتور ستكون في نهاية البرنامج. قبل ذلك نعود إلى الاستوديو لاستقبال الضيف
الكريم كما وعدت في بداية البرنامج، وهو السيد جمال الديمرجيوي الذي جاء ليتحدث عن قضية عائلية، خلاف عائلي كيف لا، ونحن نتحدث دائما عن الأرحام في حلقة سابقة، وفي هذه الحلقة نتحدث عن أسرة صالحة، ونتعرف مع هذا الضيف على هذه القضية. قبل ذلك نرحب به. مرحبا بك سيد جمال ديمرجيوي في برنامج الصلح وخير. عجبك الحال سي جمال؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. إذا نعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري. دكتور، تعليقك بالنسبة لمجموعة شباب الخير في منطقة ورغلا، ثم نعود لعرض القضية بالنسبة لجمال ديمرجيوي الذي جاءنا أؤكد من العاصمة. نعم دكتور. تعليقي في مفاده أن الشباب طاقة. الشباب طاقة، طاقة فكرية، طاقة عقلية، طاقة مادية بدنية. إذا وجهت التوجيه السليم تصبح طاقة عمار، وإذا لم توجه تتحول إلى طاقة دمار. والنموذج الناجح عرض الآن من خلال مجموعة شباب الخير بورقلا، وهؤلاء الشباب موجودين والحمد لله على مستوى القطر الجزائري الواسع. إذا وجدوا من يوجههم، من يذلل العقبات التي تواجههم، من يأخذ بأيديهم، لا شك أن هذه الطاقات ستتفجر في البناء والتعمير وفي التغيير نحو الأحسن. ولن تشارك في أي دمار من ألوان الدمار في بلادنا. نسأل الله التوفيق لشبابنا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بارك الله فيك دكتور. يقول سعيد أم محمد من معسكر، ثم نعود إلى السيد جمال في بلاتو برنامج والصلح وخير. السلام عليكم أختي الكريمة أم محمد من الغرب الجزائري من ولاية معسكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أختي نجاة. مرحبا بك أم محمد. السلام، سعيدة جدا، سعيدة لأول مرة في كل هذه المدة نحاول نتصل بهذا البرنامج الخير، لكن الحمد لله اليوم أنا جد سعيدة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أم محمد. على سيدنا الشيخ سيدنا السعيد إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أم محمد أنت محظوظة اليوم. إذا والله أنا جد محظوظة. نحن نستمع مباشرة مع الشيخ سعيد ويزري هكذا مباشرة. أطلب منه دعاء فقط إن شاء الله يا رب يوم اللقاء في عند رب العالمين يشهد لنا بهذه المكالمة، يكون هو إن شاء الله مع إن شاء الله في الدرجات العلى إن شاء الله، يشهد لنا على الأقل بهذه المكالمة اللي على كل حال صراحة نتعبنا والحمد لله وصلنا باش نتكلموا معاه. وعلى كل حال برنامج دائما في نفس الموضوع، في نفس كذا، خاصة في الموضوع اليوم. ولكن أنا عندي لك سمحتوا لي أختي نجاة حبيبتي، عندي موضوع نقترحه إذا كان ممكن يكون في المواضيع اللاحقة إن شاء الله. إذا سمحتي لي طبعا. نعم تفضلي، نحن نستمع. أنا أقترح موضوعين اثنين منذ مدة أحاول أن أتصل بكم ونقترحها للشيخ سعيد. وبالمناسبة قبل ما نقترح الموضوعين، واحد الأخت كي نتكلموا في الحصة هذه تاع الموضوع نتناقشوه بعد ما نتلاقوا، تقول لي والله الشيخ سعيد كون يمشي الموضوع، كون يمشي لسوريا رايح يصالح بين الأخوة في سوريا. شو تصور يعني المكانة ما شاء الله اللي عندك الشيخ نعم ما شاء الله. على كل أقترح أختي نجاة. نعم أقترح الموضوع الأول الصلح بين الصحافي والكلمة. الصلح بين الآن تقتل أكثر من السلاح. نعم، يعني بين الإعلامي والكلمة. نعم لأن احنا عندنا خطوط حمراء، وعندنا الدين يتحكم فينا، وعندنا يعني كل شيء عندنا ما رش كما الآخر. احنا لسنا كالآخر، يعني ما عندناش خطوط حمراء. نعم. والموضوع الثاني إذا كان ممكن، يعني إذا كان في الإمكان الصلح أمهاتنا وأخواتاتنا حتى البنات معلش إن شاء الله يلحقوا بإذن الله تعالى، عندنا أمل فيهم، بينهم وبين الحجاب، حتى لا كل مرة ما تطلعش واحد علينا في قنوات مثلا وتقول لك الحجاب لا والحجاب غير للنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله بما أتاه الفضل الذي أتاه للشيخ سعيد إن شاء الله يقدر يقنع الشريحة الكبرى حتى لا تكون أمثال هؤلاء هن القدوة. إن شاء الله. الموضوع الأول مهم والثاني كذلك. أم محمد من معسكر. بارك الله فيك. السلام
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودمتم لنا بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. نشكرك أم محمد على هذه المداخلة القيمة. ربما نأخذ اتصال آخر إذا كان المتصل من معي. السلام عليكم أخي. السلام ورحمة. سمير من البويرة. سمير من البويرة، نعم. السلام عليكم. بعد أم محمد سمير. مرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا بالشيخ بويزرين مرحبا بك أيضا في برنامج والصلح خير. سمير عندك قضية أو انشغال؟ تفضل. الصلح خير، ما عادش نعطيك قبيله الشيخ بويزرين. تفضل سمير، تفضل. الو الشيخ. نعم مرحبا. مرحبا يسكت له السينيور. ساعة ديما مشكل تزادا. مشكل نعم. يا ربي كيدير كل شيء يوغال كمطوطي النور مغاف ديما. يوغال مخالفنا كني يوغال يشميسون جوستيس يبغى يشوف هذا ديما الدخان. يتكيف دوك الحوايج لا بغينا نبدا تسليت كاس تيقن ديال كاس يوغال يتعير يمين دوك يتكات مطوطي غير كلي يوغال يشوف هذا الكارطه باش كان يشوف هذا ديما الدخان. نعم. ضامن كيمياء وزرا 16 شت قدري من ومن بعد اللي راك في العقل باش كيدير الصاصه جماعه باش كيدير يدري منين يوغي ينظم غير دابا كيعقب راه وقت ما يريد ما كيدير مناي كيدري منين. اللهم بارك هذا الطرف مو ديالو ولا بيد الحق قدري من اسكي جوج وين ساكن غادا امشي دينا باباك عمي إن ترى بابا يدري مني كما يوغي يدير كيدري من الثلاثه. لأن داك عقد راه وقال. ومن بعد إن دما يفكر تدري من النية. إن دا عقدني فرق سبوا فلا وني دمك ديالي ولا دميت الحق تدري مني وقال لك ديالك. نعم. خاطر فراس جماعة فراس الغاشيين غير كلي يوقع كني بابا يبغى يشوف على القناة كني يبغى يشوف مي بابا الناس إن دفكاس إن دما يفكر تدري من فرقم إن دمك ديالي دميت الحق تدري مني. ترى اشتاكيت في شيء أنا غور السورة. واضح دكتور. واضح. بارك الله فيك. بارك الله فيك سمير. بارك الله فيك سمير من بويرة. قبل أن نعود أو إلى اتصالاتكم ونعود إلى أم محمد من معسكر وسمير من البويرة، دعونا نستمع إلى الضيف الذي جاءنا من العاصمة السيد جمال ديمرجيوي. مرحبا بك سيد جمال. إذا عندكم قضية عائلية العمر تاعها 20 سنة، خلاف بين سي با بلوس بين زوج عائلات. إذا قلت قبل قليل أنه المشكل هو في une affaire d'héritage familial. Tout à fait. وين المشكل أساسا ولمن هذه قطعة الأرض تعمل وشكون اللي ورثها وما هو المشكل في حقيقة الأمر؟ سيد ديمرجيوي تفضل. القطعة الأرضية revient au frère de ma grand-mère. Le frère de votre grand-mère. La grand-mère paternelle ou maternelle? Paternelle. Paternelle, نعم. C'est son frère, c'est son bien. Il est décédé. En principe, il revient à sa femme. Oui. Effectivement, sa femme a vu sa part. كي توفى ادت حقها. ادت حقها. كتب لها ولا ادت لها بالفريضة؟ كتب لها قبل الوفاة. قبل الوفاة. طيب. كتب لها. إذا قبل الوفاة كتب قطعة الأرض للزوجة. هذا أخ جداتك. باش تصرف باش يعني pour vivre. نعم. Après son décès. نعم. ومن بعد هي ماتت ودارت وصية لخت راجلها. plutôt sa sœur. دارت له وصية. Et à partir de là, il y a eu des Indiens occupants qui font partie de la famille bien lointaine. Ils ont occupé les lieux depuis. Ils ont occupé les lieux depuis quand? Oui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. طيب هذوما اللي ils ont occupé les lieux قلت لي أنت بعد وفاة الزوجة. نعم. بعد وفاة الزوج بقات زوجة وحدها. بقات زوجة وحدها. بقات زوجة وحدها. سي ما غرومير كي مامانك كما قلت انت ماني جداتك هي اللي تكفلت بمرت خوها. فوالا. بعد ما توفى خوها. طيب باش يفهم المشاهد. ومن بعد جات بنت عمكم قلت لي جات بنت عمكم تونس هذه الزوجة اللي قعدت وحدها. اكزاكتومون. ومن بعد هذه بنت عمكم هي والزوج تاعها هما اللي موالين
وهما اللي داو هذه الدار. داو هذه الدار. كومون ils se sont accaparés كيفاش داوها قانونيا أو هي Ils se sont accaparés par le temps. Par le temps. بالزمن. C'est tout. بالزمن. C'est-à-dire par le temps لازم حاجة ملموسة. هل هناك كاين ملف كاين هما يقولوا عندهم ملف سامحني. نعم. يقولوا عندهم ورقة هاي لك une attestation délivrée par supposée par la défunte. Mais c'est pas vrai. هما يقولوا هذه الورقه يقولوا هذه الورقه اللي مرحومه زعما مرحومه اللي دارت لهم وباعت لهم التراب ب 75,000 310 متر ب 75,000. نعم سي ديريزوار. دونك حنا رانا نشارعوا فيهم نقولوا supposez qu'ils ont créé un document pour s'accaparer de l'héritage. Tout à fait. En 1965 on légalisait n'importe quoi. نعم. Il suffit d'avoir une connaissance et c'est tout. En 1965 دكتور هو صاحب القضايا ويفهم فيها. Il y a des timbres, pardon, il y a des timbres en français, نعم. République française et des timbres République algérienne. نعم. Alors est-ce que nous sommes des Algériens ou là des Français pour utiliser des papiers de ce genre? Le document en lui-même, il porte la griffe République française. نعم. En 65, donc c'est après l'indépendance. Après l'indépendance, nous étions indépendants. Puisse-t-il avoir un timbre français sur le document? Sur le document. Et le document en lui-même, il est tamponné en français. République française. هذا الدوكيومون بدي تامبر فرنسي. Depuis qu'on a commencé le conflit, la procédure. 20 سنة يعني في التسعينات. في التسعينات هكذاك. طيب انتم واش قلتوا نهار وقفتوا في الشارع؟ ما هذه بنت عمكم. بنت عمنا. بنت عمكم. انا وقفت في الشارع. معها باسكو في الصلح دائما دكتور نحبوا نعرفوا اسكو العائله راهي متواصله. Si la relation se présente, il n'y a pas de problème. ما راكوش متخاصمين. متخاصمين. متداوسين كما تقولوا انتم. متداوسين si vous voulez. متداوسين sans. Mais simplement. والصلح خير. Donc حنايا. نعم. أنا j'ai un acte de propriété légalisé, pardon. اسمح هات نعاونك. لاكت او عندك. لاكت دو بروبريتي هاوليك. لاكت دو بروبريتي. اللي فين باللي هذا رزقكم. اللي رزقنا il nous revient de droit. Oui. Je ne vois pas une parcelle avec 2 actes de propriété. Non. Vraiment, ils ont cette attestation qu'ils ont fabriquée, je ne sais comment. Une attestation تقابلها acte de propriété. Exactement. Docteur. Publié et enregistré. Publié, enregistré. فيها les timbres algériens هذه. Ah bien entendu. الحمد لله. Et les cachets algériens, même pas les timbres. الحمد لله. الحمد لله. Donc المشكل بالنسبة للبرنامج والصلح خير. سيد ديمرديوي يعني بالضبط واش تطلب من برنامج والصلح خير من الدكتور سعيد بويزري؟ نطلب je veux récupérer notre bien. نعم. Le bien qui nous revient, c'est tout. S'ils le reviennent de droit, qu'ils le prennent. لكن حقهم يدوه. يديوه. نعم. ولا حقنا خليهم لنا حقنا. شحال انتم في العائلة الله يبارك؟ الورثة. ما تنخلعش nous sommes 13 personnes. الله يبارك. الله يبارك. 13 personnes, mes frères et. خاوتك وخياتك. خاوتي وخياتي bien entendu. وهما هذه بنت عمك وزوجها ثاني سي اون جينيراسيون. Ils ont créé une génération sur notre terre. Donc ils ont créé un document, ils ont créé une génération. Ils ont créé une génération. Pour s'accaparer du lot de terrain. Tout à fait. D'après vous. Ok. Alors, on est resté là sur place. Et actuellement, on va passer en justice le 18 exactement. Non. Et je ne sais pas quelle situation. Parce que là, dernièrement, quand je suis passé en justice, devant la magistrat, je me suis présenté, je lui ai dit, comment se fait-il qu'en 2 reprises, vous me rejetez mon dossier? Pour quelle raison? Quand monsieur, votre dossier, il est vide. Il n'y a rien. Non. Si mon avocat, il n'a pas déposé de documents, je ne sais pas. Mais à l'INH, la prochaine audience, vous ramenez le document que vous avez en possession, ce qui est l'acte de propriété. L'acte de propriété. Et je prendrai... Vous n'avez pas besoin d'avocat, vous venez vous-même. Je me suis présenté. Elle m'a donné raison en voyant le document, l'acte de propriété. Et depuis, au moins, ils ont mis fin à notre procédure. طيب
طيب وما يكسروا وحنا نزيدوا، وما يكسروا وحنا نعاودوا نوليو. يكسروا هادو بنت عمك ولا ما يكسروا انتم تعاودوا تولوا؟ ترى عليهم ماذا يقترح فضيلة الدكتور؟ نعم. قبل ما نطرح لك هذا السؤال، نعم. الوثائق اللي بنيدية عندك هذا عقد هبة، عقد لفيف، عقد وصية. وصية. تستامون أو هنا. هذه في 94 في 1994. وكان جوج مخرج حكم قضائي بتاريخ 6 فبراير 1996. نعم. يعني لتثبيت الوصية. كونفيرم يعني. توتافي. أيوة. هذه الوثائق قدمتها أمام القضاء؟ قدمتها. نعم. ولكن كان رحت للقاضي نشتكي نقول كيفاش انا الوثائق هذويا اللي قدمتهم وما عطاتنيش الحق. جبد لا شوميز قال لي لي فيد. لي فيد. طيب. à deux reprises. سي جمال. Donc ils ont été retirés. Les documents que j'ai déposés, ou là, mon avocat a déposé, ils ont été retirés. Le magistrat, il a le droit de savoir هاد لي ديتاي. طيب الدكتور يتكلم. في سؤال سي جمال. نعم. خاطر هذا برنامج والصلح خير، يعني دائما كما قالت الأخت نجاة، البرنامج عنده مقاصد، أهداف. برمي المقاصد هذه أنه يفرق المشكلة الأميابل، يعني بطريقة ودية بالصلح. وثاني إصلاح ذات البين، لأنه صلة الأرحام راهي مهمة. نعم. السؤال الأول، هل عرضت عليكم الوساطة لا ميدياسيون جوديسيير، يعني وساطة قضائية على حسب لا لوا نتاع 2008 المادة 994، عرضوا عليكم الوساطة ولا لا؟ ما عرضوش علينا الوساطة. صح. خاطر لأنه في القانون سؤال مهم جدا. نعم. لماذا؟ لأنه في القانون الجزائري انفيتي à une conférence يعني de pouvoir se discuter et dire le pour et le pourquoi. هذه نستثمر هذه الفرصة باش نقول إلى سادتي الأفاضل المشاهدين والمشاهدات، القانون الجزائري الآن راه يمشي مع الشريعة في هذا الموضوع جدا. بمعنى الشرع ربي يتكلم على الصلح، والشعار البرنامج والصلح خير. يعني جزء من الآية القرآنية. والقانون تاع الجزائر اللي صدر في 2008، يعني التعديل اللي صدر القانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008. نعم. 2008 خاصة تحدث عن الصلح، يعني يسمها الوسائل البديلة. الوسائل الودية لحل النزاعات. نعم. كاين 3 وسائل، كاين الصلح، والصلح طبعا كما موجود في الشرع ربي سبحانه، وكاين الاربيتراج اللي هو التحكيم. نعم. وكاين لا ميدياسيون جوديسيير، يعني الوساطة القضائية 994 وما بعدها من المواد. انت مستعد باش يحل هذا الاشكال الاميابل، يعني تحل بطريقة ودية؟ سي لي بوسيبل جو فو بيان. هذا الذي يهمنا. الرسالة هذه، الميساج هذا سي جمال أخويا مهم جدا كي يوصل أولا للخصوم ليزادفيرسير، وثاني للناس جميعا، لأنه هذا برنامج إعلامي. البرنامج الإعلامي ملي تفوت منه هذه الرسالة بلي أنت تدعو إلى حل هذا النزاع العقاري بطريقة ودية باش ترجع المياه الى مجاريها. نعم. بين الاسره الواحده. هكا سي جمال؟ انا ماذا بيا نصلحوا بصح هما واش يعطوني هما انو ريان كيس كي فون دوني؟ نو ماشي هو يعطيو الصلح، لانه الصلح هو كي يكون لو برانسيب، لاكور دو برانسيب كي يكون بين الاطراف. انا لاكور دو برانسيب لي الحمد لله. هذا واش نحتاجو منك. تربيه. هذا واش نحتاجو. جيت لهنا ونهضر مع بارك الله فيك، يعطيك الصحه، يبارك يا ربي. ماشي بارك يعني اليوناريا يعني نسيت بالمستقبل باش تفهمن. يعطيك الصحه. الله يسلمك. تبغي التفراث تسفروا يعني سل خير هكا باش الحق يوغالي فافيس. نقلي هرداكي سي بور افوار يعني سوليسيون اني نابورت كومون سينو نغلق الدوسي هذا ندي هذا ونرمي في لابوبال حاجات. سي فيني. لان ان شاء الله ربي تعبت، ربما تعبت بزاف بعد 20 سنه. نعم. ولكن في البرنامج كاين بزاف ناس يعني اللي عرضوا القضايا وتحلوا ان شاء الله، لانه دائما نقولوا الوازع الديني سي جمال، دائما الانسان قال هذوما العائله خاطر ماش هذا العقار ولا الارض ما خلاوناش كاع خير. شفت والله كون ما خلاوناش حنا زواليه نقعدوا زواليه معليش. ما عندناش وما يخصناش. هذه رساله. نعم. مستورين ان شاء الله. مستورين ان شاء الله. المهم سي جمال ديمردوي، انت راك موافق على جلسه صلح
راك موافق ايضا على ما اقترحه عليك فضيله الدكتور سعيد بويزري. نعم. احنا راح نتصلوا بك بعد عرض هذه القضيه، وربما بعد نهايه الحلقه راح تخلي لنا هذا الملف اللي يطلع عليه فضيله الدكتور. محليش والصلح خير. بصح سامحيني. نعم. الصلح هذا كومون يفا ايتر سو كي نو ريان جو في لور دوني. لا كي تجلس يعني بور سافوار وي فو لو كونكري دكتور. لو بلان داكسيون نشرحوا لك يا سي جمال. نعم دكتور تفضل. لانه لو كان الخصم الان موجود قدامنا درك نفتحوا الملفات على طول على المباشر ترونسبارونس توتال، ولكن معليش طريقه العمل تاع البرنامج المهم يتوجه النداء باللي انا مستعد باش نحل القضيه نتاعي الامياب بطريقه وديه. هذه مهمه. رقم 2 انه ربما هذه فرصه باش الطرف الثاني يقبل ونسمعوا لي دو فيرسيون، نسمعوا الطرفين. وبعدين عندنا وثائق امامنا، عندنا لي ريفيرونس، عندنا الشريعه، عندنا القانون، كل هذا موجود وربي يجيب الحل لهذه المشكله. ولذلك سي جمال الان كي قال اكثر من 20 سنه لذلك اختنا جاتها وتعب. سي بور سا لي بروسيدور هذه كل ما طول جو نيكسكوز معليش يعني جو مي سوي ان بو امبورتي مي سامبلومون يعني انا جو مون رومي ا فوتر ساجيس. بارك الله فيك. صح سكو فو ديسيدي يعني جو لو سوي يعني لي زو فيرمي. الله يستر. بارك الله فيك يا سي جمال كحرز ربي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما شاء الله. شكرا بارك الله فيك. ان شاء الله يكون الخير. يا ريت كل الناس يديروا كما سي جمال يقول لك يعني يرضاو بالخير ان شاء الله. سي نورمال. أكون يفكر ربي الخير وأنت خير سي جمال. Des personnes telles que vous qui nous ont reçus pour élucider un problème. مرحبا إن شاء الله. مرحبا بك مرحبا بك. Je ne peux que dire. بارك الله فيك سي جمال. ولهذا لمن أراد أن يعرض قضية خلاف أو نزاع ما عليه إلا أن يتصل ببرنامج والصلح خير، ولكن نشاهد هذا الفيديو قبل هذا وذاك. سيدة نعيمة، باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح خير واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية. عايشة كين ناس صابرة على ولادي، حملت ومن بعد ذاك الحق باش يبيع لي الدار، كي الحق باش يبيع لي الدار كي صفاو الامور هادو، قبل ما يصفاو انا رحت للتريبينال. سامح انت الراجل. 6 أشهر سجن غير نافذه، وحنا تعويض اولي 300 مليون سنتيم. بعد هذه المحاكمه تمت محاكمه ثانيه في المجلس برويسو، الطبيبه عطاوها عام سجن نافذ. احنا التعويض قال لك عدم الاختصاص، عدم الاختصاص نروحوا للمحكمة الإدارية. رحنا وليس كل الضحايا، لأن كاين ضحايا خافوا، قال لك احنا ما نقدروش نروحوا من بعد تصل لنا متابعات. أنت الراجل. في حالة ما الصلح تم مادام عندك موافقة مبدئية، هل مستعد تتنازل عن كل القضايا اللي في المحكمة إذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح أنا تم الصلح سي نورمال نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح، قلت لك بالدليل هذيك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. أنت الراجل. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر، وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر، ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد تفاجينا جانا محضر قضائي منا من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. إلى كل من أراد أن يعرض خلافا أو قضية أو نزاعا، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021 37 41 21.
إذا نأخذ مكالمة هاتفية من فرنسا وهي تنتظر منذ قليل أمين. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله أخت نجاة. مرحبا بك أمين من فرنسا، مرحبا بكل الجالية المسلمة في المهجر أمين. الله يسلمك أختي. مرحبا بك، تفضلي. نقدر نتكلم مع القبائلية مع الدكتور سعيد؟ تفضلي 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 تفضلي. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام، مرحبا على السلامة. بغيت توضيع لا كيستيو كان الشيخ. نعم. على ما تلاق ليميسيوني هلا سالهم بصح قلنا انا تفرغنا السيد الحمد لله. معليش مرحبا. نغاش دول تسعة تما صافي بليس دو 15 ans فورا ساعة 4 الدرية، ومن بعد ابخي لي تومبي اونسانت، ومن بعد سي اماكن في قبيله راه هذه السنيه اماكن زعما تزمير راه كيف شغلوا تفقاع تسرو ساعه القرصه واش غير في ذاك. ومن بعد مي ساعه كان واحد ندوم كان مثال فتق الحمد لله في قبل في صفار في شهاب في السمح كاع ربي في التوبه كيف. ومن بعد في الدم لاك غوسس نورمال الحمد لله ميتوت 7 شهور تورو. ومن بعد تورو تسين الواش الله يبارك موثن معنا كني لون داك الموثن. نعم. ومن بعد تورا ولتما شغلت توكاد باللي كنيا قبيله مزوار ونتقبيله راه وتبغى توكاد سي بور سا زعما موثن توكاد تساير كيفار زعما ما كنت فيني غاني نمشي توكاد لا تبغى تعلم لا تساير كيفار فني خاطئ. انا دونك ترى بغيت تجاوبت ان شاء الله في القبيل باش تفهم كيفاش كنت ان شاء الله يجاوبك بالامازيغيه. تصاولي ولي ما كيفاش؟ نعم ولي ما تصدي في الريس قبيله ان شاء الله. ما لا معليش قلت لك درنا واش كي تجد واحد كان معليش تعرف مغارفي وفي النوم في الزومون كل ياس الاثنين الخميس ايام الشريقه كيف. ومن بعد تورا تخدم لوبيراسيون في تسكس بلا كاتاراكت. ومن بعد تورا كانت بلي كوتا تخدم 3 برزين كاسي والنيس تبغى تعلم مالا الزوم مالا تخدم لي كوت نيكانيس ما دار زعمطاني سني خاطئ. نعم واضح. كان الشيخ يعطيكم الصحة فيك بارك. شكرا على خير الشيخ إن شاء الله. شكرا على اتصالك أمين. نأخذ اتصال آخر من ولاية عين الدفلة. فتيحة من عين الدفلة. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام. فتيحة مرحبا بك في برنامج والصلح خير. عندك قضية تعرضيها على المباشر، نحن نستمع إليك. فتيحة تفضلي. أنا فتيحة من عين الدفلة. أنا وراجلي حافظوني من الدار، حافظوني دوك راني بلا شكون حوزك؟ شكون حوزك فتيحة؟ حاوزتنا الشيخ والعجوزة. نعم نعم. وعلاش فتيحة حوزوكم من الدار؟ حافظونا بنتهم قالت لنا ما عاودكمش في الدار. كيفاش فتيحة؟ بنتهم قالت لي ما نقبلكمش في الدار، ما نقبلكش انت في الدار. بنتهم قالت لكم ما تتقبلكمش في الدار. ايه هكذا بدون سبب فتيحة؟ فتيحة كان مشاكل ساعات غير البنات هكذا ما بيناتهم. طيب الآن أين أنت فتيحة؟ وين راكي؟ أنا في دارنا وهو راه في دار. راكي في داركم وهو في دارهم. طيب وزوجك؟ طيب زوجك مسؤول عليك، وش قال لك امام هذه الظروف وكي حوزوهم عليه من الدار؟ وش قال لك باش هو يصبرك فتيحه؟ قال لي ندبروا على رواحنا نرجعوا رواحنا بصح ما عنده حتى ما كاش باش نصيبوا دار. ما عندوش باش يقدر يسترزق بدار. طيب هذا هو سؤالك فتيحه؟ ايه. وهذه الاخت هذه اخت الزوج تاعك متزوجه ولا ماشي متزوجه؟ هي اللي تحكم في البيت ولا كيفاه؟ هي الظاهر هي تحكم بصح هما باينين باللي بويا يحكم بصح هي تحكم. نعم انت تشوفي باللي هي تحكم. يعني طيب. شوفي هي تحكم كما تحكم حتى ماشي. دكتور ربما تحب تطرح لها سؤال او من وقتاش خرجتوا من الدار الاخت فتيحه؟ عندي 3 سنين، قعدت 7 سنين وانا معاهم اليوم عندي 3 سنين وانا خرجت. 3 سنوات. نعم. إيه؟ طيب فتيحة عندكم أولاد؟ لا ما طيحت 2 مرات ما نطيح. ما عندكمش أولاد، ربي يرزق إن شاء الله. إن شاء الله ربي يفتح لنا في الدار ومن بعد ربي يفرج. إن شاء الله إن شاء الله. فتيحة يقول لك فضيلة الدكتور السمعي توجيه اللي راح يتفضل به بعد قليل. فتيحة ما تقطعيش لي، إن شاء الله يكون الخير. إن شاء الله فتيحة. إن شاء الله يسمع منك ربي. آمين يا رب العالمين. آمين آمين.
دكتور، نعود إلى أم محمد من معسكر اللي يعني تقول دعاء، أولا تطلب دعاء من دكتور وتقترح الصلح في دولة شقيقة دكتور. ربما نظرا للفتنة والخلافات القائمة هناك، ثم تقول الصلح بين الصحفي والكلمة، وهذا مهم جدا. كيف أن الكلمة تكون سلاح ذو حدين، لأنها تقول بعض القنوات بعض الصحفيين ربما يستعملوا الكلمة ربما اللي تجعل الخطأ بالنسبة لجهاز ليس الإرسال وإنما جهاز الاستقبال كما قلت في الحلقة الماضية. ثم تعود لتتحدث عن الصلح على الأمهات والحجاب. دكتور سعيد بوزيري في برنامج والصلح خير، تفضل. بالنسبة لي أم محمد من معسكر. نعم. الأخت أم محمد، أولا أسأل الله لك التوفيق والسداد وأن يحفظك من كل سوء وأن ييسر أمورك. بالنسبة لإخواننا في سوريا أسأل الله عز وجل أن ينزل الرحمة في القلوب. آمين. لأن كل جزء من أجزاء الأمة إذا أصيبت الأمة جميعا. نعم. وأمتنا أصيبت بقروح كثيرة جدا. لابد للأمة أن تراجع نفسها وأن تراجع مواطن الخلل في حياتها، ونسأل الله عز وجل أن يغير حالها وحالنا جميعا إلى أحسن حال. وربنا وعد في آية القرآن في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، في الآية رقم 11. كما وعد أيضا في سورة العمران في الآية 136 وما بعدها، حينما قال ربنا جل جلاله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. بارك الله فيك يا أختي محمد على الموضوعين. الموضوع الأول مهم جدا، لأن الإعلام والكلمة، الكلمة قد تكون وسيلة عمار، قد تكون وسيلة دمار. نعم. الإعلام مطلوب منه أن يأخذ الكلمة من مصدرها، أن يأخذ الخبر من من المصادر الحقيقية، لقوله تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم أن الكلمة قد تكون سببا للفتنة وقد تكون سببا للأمن والأمان والسلم. لذلك ربنا عز وجل في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27 يقول ربنا جل جلاله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وبعدين تكلم الله عز وجل عن كلمة الخبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآيات. فموضوع مهم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعقد حلقة خاصة بهذا الموضوع. أما الموضوع الثاني حقيقة هو موضوع السترة والحجاب، وطيب خاطرها ببعض الأبيات. وفي الحجاب نور العفاف مشع حامي الفضيلة صار للطهر عنوانا ما كان يوما لباس تخلف حاشاه أن يكون فتانا واختاه على الدرب صبرا بقدر الصبر نزداد إيمانا قالوا عن الحجاب قيدا قولي وجدناه بستانا قالوا عن الحجاب سدا قولي نعم السد يحمينا به رفعتنا به عزتنا حجابنا نرعاه ويرعانا سمعا لرب العالمين وطاعة إلى آخر الحديث إلى آخر الشعر. بارك الله فيك. أظن أن أم محمد تستمع وتشاهد في برنامج الصلح خير. أكيد أم محمد كل تدخلات في غاية الأهمية، وسنعدك بتحضير روبورتاج أو عرض موضوع من خلال النقاط التي تدخلت بها في برنامج والصلح خير. سمير من بويرة دكتور، تفضل. نعم كماش سمير شاركيني وقول قيلا نير يماك أك ذفافاك يعني الخير ربح لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ذو قرذم قرآن الشوال داخل توشو تذين قرنطاس ديني وعرن. الفتنة داخل الأسرة أخطر أنواع الفتن. رقم واحد. لذلك تحدثنا اليوم عن صلاح الأسرة أمن المجتمع. أمن المجتمع. يعني صلاح الأسرة يؤدي إلى أمن المجتمع.
لذلك شاكين يعني ذكور ذا مقران ماشي ذا يسهل نجمة خاطر الى الخلاف ثمطوث يماك الخلاف بين العجوزه والكنه والعروسه خلاف قديم، ولكن ندعو بقوه الى التعايش بين الكنات وامهات الازواج. نعم. باش ما تبقاش هذا القره هذا الحرب قائمة. يعني دائما. ثم حتى اذا كان في خلاف ما يلزمش يوصل الى الاخراج والى الحرب. نعم. سبحان الله يختلفوا ممكن يومين 3 ايام وبعدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدا بالسلام. بالمناسبه احيي يعني بعض العجائز جزاهم الله خيرا يحبوا العرايس نتاعهم بشكل كبير. نعم. كما احيي ايضا الكنات والعرايس اللي يحبوا الوالدين نتاع زوجها. نعم. كثير وهو الاصل انه لازم العروسه تشوف بابا يعني بابات زوجها ويمات زوجها هما الاصل نتاعو تقترب منهم وتخدمهم وتجتهد في استمالة قلبيهما. والعكس صحيح ايضا لازم الوالدين هذون لازم يعتبروا العروسه نتاعهم في مقام البنت نتاعهم. نعم. وبعدين سبحان الله يبغاتني السفر يعني سوفريدنا المحكمه يعني حاجه خطيره جدا. أو أن ربي سبحانه يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ربك دينا وربنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أصغر كلمة اللي تخرج من فم الإنسان كلمة أف، هذه ممنوعة، ومن باب أولى غيرها ممنوع. غيرها ممنوع لأنه باش واحد يوصل باش يهدد والديه باش يخرجهم بطريق المحكمة يعني أمر خطير جدا. باش هذه السيوض هذه يهدد يعني ما ولني ستني السوفا سوفريذ من المحكمة ذي نقرحنا طاسه كما سامي دي فكر ربي ثفراث ان شاء الله، ولكن في غادي نلاقي ثفراث او هربتش من امنين الخير. نعم. امنين الخير. نعم. معناتها اذا قدش من المؤمنين داخل تواشلت باش هذا في الثفراث ولا شو كور اور نسعي ثفراث. في غادي نغلف ذا نتعاود ذي ولاكي وإلا قرا يعقال تواشلت ثام قرانت توالين تمقولن تنزيهن اماكن ولا شو يضراو خسار إلا قد يرني فاسن السن إلا قد زضن الخير إلا قد ذوين الخير يرسن باش هادي فكر ربي ثفراث يرسن. ذا كيف غادي كما سمير بعدين يعني الدين يسترضلض يعني القرض وكي لقى يخلص لأنه ربي سبحانه عز وجل يوصاد ينادي سورة البقرة الآية 282 أتلفظ على اليسرى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه. يعني الدين يسعى غزال ذي القرآن الكريم ما إلا يعني أريد زمير هذه يخلص الوصاد معليش ذا قد يساند الآية 280 من سورة البقرة اي غير مولي زميره يعني يسوصاد ولكن باش ينكر خاطئ. والنبي عليه الصلاه والسلام يناد نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. نعم. معناتها وين يسعى يعني طلافه في ثياثيس وكذا الذرار الى قاتيك صافي مانيس ذا غادي ماذا كاين خدمه كني اعطيه الصحه يبغى يعوض ما يبغى يعوض هكذا يجوز واش ديك سكوره مثلا سمير. 3 دقائق دكتور. أم أمين من فرنسا هلا سألوا ثم فتيحة من عين الدفلة. نعم. إن شاء الله الوقت يكفي. إن شاء الله يا رب. تفضل دكتور. لك الفضل. أم أمين من فرنسا. نعم. شميني والتمام 15 سنة يجيب عندها 4 أولاد. نعم. وراهي حامل وبعدين لم تقبل هذا الحمل. هذه كارثه في الحقيقه يعني ما نخبيش عليك. وباش نقول لك المؤتمرات اللي درتها قبيله خاصه المؤتمر السكان والتنميه في 1994 من الامور التي اشار الى هذا المؤتمر ما يسمى بالحمل غير المرغوب فيه. نعم. بغاو يكلخوا الامه الاسلاميه بهذه الطريقه. نعم. يعني نعم. فبالتالي نقول لك لا ربي قال في القران الكريم ونقر في الارحام ما نشاء. هذا واحد. نعم. رقم 2 الاجهاض لافورتمون حرام في شريعه الله. وريجو زارا يقول باش يعني هذه الصغليثه هذه الصغريث هذه ستمطوث اما الفغي سما شويه ضيس دينان الامر النظام الى قثمطوث هذه المرح بس تكشر ربي ثقيت النعمه سيدي ربي وقزار القيماس وقلت تنساي ورا ولكن الله غالب اكيد في ندم اش دينيغ ولكن تورنسات مادام موثن ولاش ديك السوق نسات ماشي نسات هي لم تسبب في الاجهاض. نعم. اذا لا مجال للوم والعتاب. نعم. تتوب بينها وبين ربي سبحانه والسلام ولكن ما كان كفاره ولا شيء. نعم. ماشي نسات اثنين غان صافي الصغليه ثاثيست يقدر ربي هذا مثل موثن والسلام عليكم ذا كان والساره كفار تسكسغ في وليمس ولكن يرز ربي اتتوب كان في النيه مزورث ولكن والساره كفار.
ثم غارثيس ثم سالتاكين رمضان على كل حال أكم وعد راكم تجاوب هذه هل سألوا، يعني الجواب يكون ماشي الحداقي خاطر سأكون غائبا إن شاء الله. الحد القادم نجاوبك على موضوع سألوا. يعني بعد القادم في موضوع في هل سألوا. إشارة خفيفة بالنسبة لي فتيحة من عند فلا يقولون في العارضة التقنية لم يبقى من الوقت إلا القليل دكتور. فتيحة من عند فلا اللي عجوزتها وشيخها وأخت زوجها حوزوهم من الدار. التوجيه أولا مشكل آخر إذا قدرتوا كريو من الآن باش ما تبقاوش يعني كل واحد وراه 3 سنوات. رقم 2 لازم يدخلوا الناس بيناتكم باش يفريوا هذه المشكله، والبنت هذه اللي دارت هذا الوصف باش يخرجوكم لازم تهضروا معاها، يهضروا معها الناس نتاع العائله وكذا، ربما عندها مشكله تعالج هذه المشكله. لذلك ندعو دائما باش افراد الاسره ما يبقاوش في حاله تفرج، ما يتفرجوش، لازم يتدخلوا بطريقه وديه من اجل اصلاح ذات البين. وان شاء الله ربي يجمع الشمل نتاعكم يا الاخت فتيحه، وربي ما يفرق بيناتكم، وربي يحفظكم ويستركم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك دكتور، وفقك الله دكتور في حبك للخير. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلبك يصفو سامح، أنت الرابع، سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى.